هكذا يخططون وهذا ما يريدونه، تأجيج صراعات بين شعوب العالم. هي لعبة كبيرة نعيش في داخلها من غير أن ندرك خطورتها، معادلة معقدة تسطو على حياتنا وتقلبها رأسا على عقب. حين يتحول الملعب من فضاء للفرجة إلى فضاء للشغب والعنف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أينما كنتم. من هنا بدأت الحكاية واشتعلت شرارة الشغب الخبيث، حيث شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وضيفه الجيش الملكي المغربي في ختام مشوارهما بدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا أحداثا مؤسفة. واشتبك لاعب الفريقين بعد مشادات بين الطرفين، وتدخل الحكم لإنهاء الأزمة وسط توتر واضح في المدرجات من جمهوري الفريقين. الصحف المصرية أدانت الفريق المغربي وجماهيره، مستعينة ببعض الفيديوهات التي تؤكد موقفها من وجهة نظرها. من جانبها قالت صحيفة المصري اليوم المصرية إن جماهير الجيش الملكي المتواجدة في استاد القاهرة حاولت اقتحام الملعب بعد اشتباك لاعبي الفريقين. على الجانب الآخر قال موقع البطولة المغربي إن الجماهير اعتدت على لاعبي الجيش الملكي عقب نهاية الشوط الأول وخلال خروجهم لغرفة الملابس، مستعينا أيضا بمقاطع فيديو تؤيد وجهة نظره. لكم التعليق. وليلة سودة وبعودة، ليلة أبوك وليلة سودة، والله زمان وبعودة، ليلة أبوك وليلة سودة.